من إزازة زيت الطعام الكبيرة دي عملت فكرة في منتهى الجمال وكلها خامات من البيت. قطعت الجزء اللي تحت من الإزازة وبدأت بقطعة قماش عندي من ملابس قديمة أثبتها على الأحرف بالشكل ده. طبعا هحط طبقة شمع خفيفة خالص عشان البلاستيك، وبدأت أقفل الجنبين بتوع القماشة بالشكل ده وهدخلها لجوه علشان أبقى هغلفها من جوه بشكل كويس. أنا كده غلفت الحرف بتاع العلبة كلها وكمان الداخل بتاعها. دي قطعة كرتون متغلفة بالقماش هثبتها من جوه بالشكل ده، غلفتها على اتجاه واحد بس. قطعة القماش بقى التانية هغلفها بيها من بره. طبعا تنيت الأحرف بتاعة القماشة كلها بالشمع مش بالخياطة علشان يبقى الحرف مظبوط معايا. هثبتها كده وانا بقفل الجنبين على بعض، هشدهم قوي كده على بعض علشان تبقى القماشة مشدودة ومتغلفة بشكل كويس. لو القماشة متكرمشة قوي تقدري ويفضل ان انت تكويها الاول عشان يطلع الفينش بتاعك حلو، وننسق الالوان زي ما بقول كل مره. هشد الزيادات كلها على القاعده، وبعد كده هثبت الشمع حوالين الاحرف كلها على القاعده من بره، وهنزل عليها بقطعه قماش تانية علشان اغلف القاعده من بره واداري كل القماش اللي انا شديته عليها من تحت. هشيل الزيادات كلها كده بالمقص على الحرف بالظبط، مش هسيب اي جزء من القماشه زياده عن الحرف. وبس كده غلفتها من بره. هبدأ بقى احط لها اليدين بتاعتها من حزام شنطة قديم كان عندي. مش متاح عندك اي حزام قديم تقدري تعملي حزام قماش، تقدري تعملي خيوط، يعني ممكن تستخدمي خيط الخيش او خيط المكرمة. استغلي الخامات اللي عندك ووظفيها في مكانها. حطيت فصين كده